السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة العرب للمعلومات. طبعا قناتنا تختص في البحث عن مراسم التجنيس بالنسبة للجزائريين وكذلك حتى المغاربة والتونسيين. تختص أيضا في الهجرة إلى كندا. نقدم فيديوهات حصرية. قبل ما نبدأ الفيديو نتمنى إن شاء الله تتركونا جيم للفيديو إذا أعجبكم بطبيعة الحال. دونك فيديو اليوم سوف نتحدث فيه عن البحث عن مراسم التجنيس في موقع بيبليوتيك دو l'université d'Alger. هذه كما راكم تشوفوا لهنا، هذه كلها مراسم في الحقبة الاستعمارية. وزيد نقول لكم باللي هذه المراسم لا تخص فقط لي ديكري ناتشوراليزاسيون أو مراسم التجنيس، يوجد أيضا مراسم أخرى تتعلق بالنزاعات، ما تتعلق بعقود الملكية، تتعلق بعديد الأمور الأخرى. أول حاجة كما راكم تشوفوا لهنا السنوات هذه 1861 1862 1863 حتى 1926. باش تسهل عليك انت المأمورية، طبعا لازم تكون تعرف على الأقل تاريخ الازدياد تاع لاسوندون ديالك. حتى إذا كنتي ما تعرفش تاريخ الازدياد تاع لاسوندون ديالك ماشي مشكل إن شاء الله. دركا نبداو بالنسبة لشخص يعرف تاريخ الازدياد تاع لاسوندون ديالو. باغ اكزومبل زايد في 1915. دونك انت واش تروح دير؟ تفركت فقط في 1915 1916 1917 حتى 1926. والموقع هذا يوفر لك مراسيم من 1861 حتى 1926. للأسف لا يوجد أكثر من السنة تاع 1926. أما بالنسبة لشخص اللي عنده لاسوندون ديالو زايد قبل مثلا في 1965، طبعا نفس الطريقة تبدأ من 65 حتى 1926. ناخدو مثال تاع لاني 1908. جوست نكليكيو عليها فقط. كي نكليكيو عليها كيما هكا تبدا بالتحميل، نتركها حتى تنتهي ومن بعد ندخلو في البي دي اف. هذا في الملف تاع البي دي اف. تحميل الملف يأخذ وقت طويل نوعا ما، حوالي 30 دقيقة، من 30 إلى 40 دقيقة بطبيعة الحال، لأن الحجم تاع الملف كبير جدا. احنا نستناوه كما قلنا. انا نحبس الفيديو من بعدك نرجع لكم. انا رجعنا لكم خاوتي وانا حملت تاع السنة. حملت ملف تاع سنة 1876. دركا كيفاه نروحو نفركتو على مراسم التجنيس وليس المراسم الأخرى. كما قلنا كاين العديد والعديد من المراسم، ليس فقط مراسم التجنيس. نضغطو على CTRL وعلى الحرف F مع بعضهم، تخرج لنا لاكاز دو ريشيرش هذه. دونك انت ما تروحش تفركت في ورقة بورقة، لأنها راح تأخذ لك وقت كبير وكبير كبير جدا جدا جدا. دونك فقط تضغط على CTRL عفوا وعلى الآف، وتجي لهنا تكتب الاسم تاع لاسوندون ديالك، وبيان تكتب ناتوراليزاسيون. نكتبوا لا ناتوراليزاسيون بعديك نكليكيو اوكي ونحوسو كيما حتى يخرج لنا ديكري ناتوراليزاسيون. فوالا شوف هذا الديكري نيميرو 64. نزيدو نشوف هذا ديكري نيميرو 65. هذا ديكري نيميرو 79. ناخدو بار اكزومبل تاع الديكري هذا. اقرا واش يقول لك. ديكري du 11 février 1876 par décret présidentiel du 11 février 1876 rendu au Conseil d'État.
par Monsieur le ministre de la Justice sont admis à jouir des droits de citoyens français, conformément aux dispositions du statut de consulte du 14 juillet 1865. Les étrangers et indigènes dont les noms suivants. أو يقول لك لهنا لو ديبارتمون d'Alger ويعطيك النيميرو تاع الديكري 79. ناخدو هذا أحمد بن محمد état mort né à Alger en 1845. ها هو هذا النيميرو الديكري تاعو هو 79. Donc ce monsieur Ahmed Ben Mohamed est naturalisé par le décret du 11 février 1876. هذا par exemple تونسي بنحاس بن سيري هذا كوردوني né à Tunis en Tunisie le 10 mai 1843. naturalisation تاعو اندارت في ألجي. نزيدو نشوفو كاين حتى أوروبيين ما إيطاليين ما سويسريين مالطيين كاين العديد من الدول والجنسيات. نزيدو نشوفو جزائري واحد آخر هذا par exemple محمد بن أحمد برزيد propriétaire né à Delles en Algérie le 22 mai 1832 كيف هذا النيميرو الديكري تاعو هو 79. كاين ياسر خاوتي كيما راكم تشوفوا دركا انت كي تلقى لو ديكري هذا وش هي المرحلة الموالية. طبعا لما تجد المرسوم التجنيس الخاص بلاصوندون تاعك والتأكد من تاريخ ومكان الازدياد الذي يجب أن يكون مطابق لتاريخ ومكان ازدياد الجد نتاعك اللي لقيتيه في البي دي اف. في هذه الحالة يجب أن تعرف أن لاسوندون ديالك راهو يستفيد من قانون تاع لي دروا كومان. ولهنا تنجم تقول باللي راك خطيتي خطوة عملاقة للحصول على الجنسية الفرنسية وذلك بنسبة 95%. طبعا بعد العثور على اسم تاع جدك الخطوة الموالية هي أنه يجب عليك فقط أن تأخذ نسخة من صفحة PDF هذه اللي قدامكم اللي لقيتي فيها الاسم تاع جدك وبيان لاسوندون ديالك وكذلك رقم تجنيسه لأنه قادر تكون الرقم تاع التجنيس في باج والاسم تاع جدك في باج واحدة أخرى. دونك تمبريمي دو باج في لوكا هذا تروح دير كونفيرماسيون. دونك الكونفيرماسيون هذه وين تندار في الارشيف البلدي وبيان لو ديبارتمون اللي راهو مسجل فيه. كما لهنا راهو مسجل في لو ديبارتمون دالجي كما راكم تشوفوا لهنا هاي ديبارتمون دالجي. هما واش يديروا يجبدوا لو ريجستر اوروبيان اللي عندهم ويخرجوا لك النسخة المطابقة اللي لقيتها في الملف اللي قاعد تبحث فيه دركا. لأنه وثيقة مرسوم التجنيس اللي تدفعها في الدوسي تاعك تاع طلب الجنسية وبيان لو سي ان اف يجب أن تكون مصدقة من هيئات رسمية. دونك انت لازم صح تقاليزيه في البلدية ما تقدرش تبعت لهم هذا اللي لقيتيه في البي دي اف ديريكتومون لازم تكون مصدقة وبيان مقاليزيا من هيئات رسمية. دونك هذه هي لا ميثود خاوتي. كما راكم تشوفوا هناك العديد والعديد من مراسم التجنيس. تكتب فقط ناتوراليزاسيون وتفرك يخرج لك النيميرو ديكري باغ هذا النيميرو 176 يعطيك الاسامي. كما راكم تشوفوا كاين اوروبيين كاين جزائريين لا يوجد اوروبيين فقط كما نعطيت لكم امثله. ويوجد العديد من السنوات. اذا ما لقيتش جدك في السنه هذه تقدر تزيد تفركت في السنوات الاخرين. المهم ما تفركتش في السنوات تاع قبل ما يخلق جدك. فركت ديما في السنوات تاع بعد ما خلق جدك في العام اللي خلق فيه وبعد ما خلق فيه. دونك لا فيديو تاعنا خلصت خاوتي. جيسبر تكون عجبتكم. ما تنساوش ان شاء الله تخليو لنا اشتراك في القناة وديروا لنا جيم للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.